الناس اللي بتتكلم على جوده البيضات، خصوصا الناس اللي سنهم كبير شويه فوق ال 39 فوق ال 40، احيانا بنعمل لهم حقن مجهري وبعدين نفاجئ ان البيضات مثلا برغم انها طلعت بيضات كويسه كعدد، كويسه كعدد، لكن جوده البيضات ما كانتش كويسه وبالتالي ما حصلش تخصيب كويس. المريضه بتسال طب انت ليه ما عملتليش حاجه تشوف لي بيها جوده البيضات قبل ما تبدا معايا البرنامج؟ هل في اختبار معين او تحليل او فحص ممكن نعرف منه جوده البيضات قبل ما نبدا؟ لا للاسف مفيش اي حاجه نقدر نعرف جوده البويضات قبل ما نبدا. بس العامل الاساسي برضو في جوده البويضات اللي هي ممكن ينتج منها حمل هو السن. عشان كده بتنخفض قوي النسبه بعد 40 سنه وبتختفي بعد سن 43 سنه حتى لو عدد كويس. حضرتك قلت لي مفيش اي تحليل او اي حاجه نعملها، للاسف مفيش. مهم قوي ان مفيش علاج. دايما الناس بتيجي تقول لا المفروض قبل ما ابتدي الحقن المجهري اخد علاج لمده 3 شهور يحسن لي جوده البويضات، وبعد كده تاخد المريضه يعني حضرتك تتفاجئ ان هي بتاخد مجموعه من الفيتامينات المكلفه جدا جدا احيانا بتبقى جدا. غاليه جدا. مكلفه جدا جدا وملهاش اي فايده على حقيقه. طيب لو المريضه سنها صغير والمبيض بتاعها كويس، تحليل جوزها كويس، ونسب التخصيب قليله، هل في تفسير للموضوع دوت؟ يعني هي طلعت 10 بيضات، التحليل السائل بتاع الزوج كويس، وفوجئنا ان ال10 بيضات دول نتج عنهم جنين واحد اتكون، برغم انه المعمل بيقول ان البيضات كويسه والسائل المنوي كويس. هل في بص، تفسير؟ هو الاخصاب ده يعني هو عامل من 3 اصلا. العامل الاولاني يكون فيه مشكله في الحالات المنويه، ممكن يبقى شكلها ظاهريا كويس بس يكون فيها مشكله. او ده بنشوفه اكتر في الناس اللي هي عندها ضعف جامد قوي في الحالات المنويه، ان قدرتها على التخصيب بتبقى قليله. او الحاجه الثانيه يكون في مشكله في البويضات، لان في ناس بويضاتها مش كويسه. تلاقي ست مثلا عندها 20 حويصله وفي الاخر سحبت بويضتين، بيبقى كده ويبقى الاخصاب عندهم قليل قوي. او يكون مشكله في المعمل، لان دي حاجه وارده ان هي ممكن تحصل. بس لما مثلا احنا في يوم النهارده عملنا 10 حالات وال10 حالات دول عندهم اخصاب قليل، لا يبقى هنا في مشكله في المعمل، انفكشن او ايا كان في ايه. انما احنا لو عملنا مثلا 10 حالات وفي واحده حصل فيها كده، لا طبعا المشكله عند العيانه مش في المعمل. فجوده المعمل طبعا مهمه جدا في الحته دي. تمام. طيب انا بقول لحضرتك انه كل حاجه المفروض كويسه، بيضات كويسه وسائل منوي كويس والمعمل كويس، ساعات برضه مالهاش. نسبه التخصيب طالعه قليله. في ايه ناس الرد طبيعتها اللي انا كده. ممكن اقوله للمريضه وقتها؟ ده هي طبيعتها كده، مفيش حل يعني. مفيش تفسير. بس ده طالما ان في اجنه معموله، يعني هو الاخصاب قليل بس احتمال يحصل حمل موجود برضه. مظبوط. حتى لو الاخصاب قليل ان في كتير منهم بيحملوا. تمام. مثلا طلعت 10 بويضات وما عندهاش غير جنين واحد وربنا كرمها فيه. تمام. تمام، فبرضه كنا حطت عدد قليل لا يعني ان مش هيحصل حمل. يمكن انا وجهه نظر دكتور احمد ان موضوع التخصيب ده برضه عامل زي الحمل، يعني مفيش سبب واضح لا مفيش سبب واضح. انه ليه واحده عندها 10 بيضات اتخصب عندها 10 اجنه او تكون عندها 10 اجنه، وواحده عندها 10 بيضات تكون عندها جنين واحد. طبعا غالبا في حاجات ممكن نكون بيوند عارفينها ان زي ما احنا حضرتك قلت، نعرفها. وفي حاجات تانية ما نكونش بيوند ان نعرفها. احنا نعرفها طبعا. تمام.